لما تجيك لحظات الطموح والرغبة بالتحسين، على سبيل المثال تضيف صفة جديدة مثلا تكون قارئ، غالبا يكون الدافع وراء هذا الطموح بأنه تبين كشخص مثقف، اللي داير ما دايرك يشوفونك كشخص مثقف. وهنا راح ندخل بمعضلة، لأنه الهدف مالتك مرتبط بالأنا، فسهل جدا إشباع الأنا دون القيام بالفعل الحقيقي. توك بديت أقرأ بالكتاب وبأول صفحات لقيت اقتباس، أشرته، صورته، نزلت ستوري، قلت لهم أنا مثقف وأشبعت الأنا. خلاص تشمر الكتاب شهور وما تفتحه بعد. وهيش تكون أشبعت الأنا ووقفت عن القيام بالفعل الأساسي أصلا. الحل هنا بتبديل التركيز من الأنا، بأنه أنا راح أسوي هذا الفعل على مود أكون ذا شأن عظيم، أو على مود أحصل هاي المكاسب الخاصة بالأنا بطريقة أو بأخرى، إلى التركيز على القيام بالفعل نفسه. حول تركيزك من هل راح تتغير نظرتهم عني كفاشل إذا جبت امتياز بهاي المادة، إلى أنه أنا محتاج أخلص هذا الشابتر وهذا الشابتر بهاي المادة. دائما طلع نفسك من المعادلة، لأنه الإيجو إز ذا إنمي، أو الأنا هي العدو. ولا تصور ثاني يوم بالجيم.